أهلا بيكم يا حبايبي في حكاية أمل. يلا بينا نحكي الحلقة ال11 من سيد الناس. الجرحي واقف مع اخواته مجدي وعفيفي وزكريا، وبيقول له ان سناء ليها يد في الموضوع، وان الحاج ما كانش بيعمل تليفون الا من تليفونها. بس لقى تاكسي قدامه فيه فتحية بتبص على مجدي، شكلها ناوية على نية. روح الجرحي ونادى لسناء، جاتله قال لها انتي ما قلتليش ليه؟ قالت له اقولك على ايه؟ وقلبها وقع في رجليها. قال لها بقى يا سناء سايبانا الف حوالين نفسي وادور على اي حاجه وانتي معاكي الحكايه كلها؟ يلا احكيلي. قالت له احكي لك على ايه؟ انا ما اعرفش حاجه. قال لها لا، عارفه كل حاجه، والحاج كان بيتكلم من تليفونك. قالت له ده مره ولا اتنين اللي خدوا اتكلم فيه وجابوا تاني عادي، وما عرفش يكلم مين اصلا. قال لها طب هاتي تليفونك يا سناء. راحت مدياله تليفونها وقعد يدور بقى يبحث عن رقم برهامي. طلع عنده رقمين مصريين ورقمين سودانيين. قال لها ايه ده؟ ايه ده؟ ما عندك ارقام اهي. قالت له انا ما اعرفش ان الحاج مسجلها. قال لها ماشي، وراحت رن على الرقم اللي بيرن عليه. راح رادت برهامي وقال لها ايوه يا سناء. قال له انا جرحي. قال له اهلا بسيد الناس. قال له خلاص انا هقابلك في المقابر بكره. قال له ماشي. قال لها ما هو يعرفك اهو يا سناء. قالت له ده مره الحاج قال لي اتصلي بيه وقولي له حاجه وخلاص. قال لها ماشي يا سناء، خبي كمان اما نشوف اخرتها معاكوا ايه. هنا ميادة مستنيه ادهم في الجامعه. جالها ادهم وقال لها خلاص كل شيء اسمه ونصيب، واحنا لازم نسيب بعض ولازم ما نكملش مع بعض. ابوكي بهدل كرامتي انا وابويا، وانا وابويا عندنا كرامتنا اهم حاجه. قالت له يعني هتسيبني؟ قال لها هعمل ايه؟ خلاص شفتي ابوكي عمل فينا ايه؟ قالت له والنبي ما تسيبنيش، ما تاخدنيش بذنب ابويا. قال لها خلاص الموضوع انتهى، وراح سايبها ومشي. مرات مجدي مع عليا في المحل بتاعها، بتقول لها المحل حلو قوي يا عليا بتاعك. قالت لها الله اكبر. عليا خايفه من الحسد، وعلى فكره عليا دي بخيله جدا. نقت حاجه من المحل كده وقالت لها الله ده حلو قوي. قالت لها خديه. راحت التانية حطته في الشنطة وقالت لها شكرا، فاكراه بقى مديهولها هدية وكده. قالت لها لا يا حبيبتي هاتي حقه، انا ما بفرقش. قالت لها اما اروح هديكي حقه. قالت لها خلاص سيبيه معايا بقى، وما تروحي تجيبي حقه انا ابقى اجيبهولك والتوصيل مجانا. وهنا بقى نزفت وتعبت وقعدت تصوت. راحت جايبه واخداها وجريت. هنا الجرحي قاعد مع الصديق الطويل بيقول له انا بحاول اجمع لك فلوسك وكده. قال له انا مستنيك عشان ما تزعلش مني جامد. قال له انا ما بتهددش على فكرة، وعن اذنك بقى عندي اجتماع و10 دقايق وجايلك. قال له ماشي خد راحتك. وسابه قاعد مع راجية بترسم عليه وعمالة تقول له انت عجبتني قوي لما ضربتهم وما اعرفش ايه. قال لها انت ست متحرشة بعيدي عني. في المستشفى عليا اجهضت البيبي. ما هو كان جوزها بيديها حقن عشان تجهض البيبي، وهي فعلا اجهضته. قاعدة مع مرات اخوها مجدي وزعلانة قوي، وعمالة بتقول لها مصاريف واجهاض والكلام ده كله. وجوزها جه قال لها الف سلامة عليكي. قالت له البيبي نزل خلاص. قال لها معلش بكرة تعوضين ان شاء الله. واخيرا جه صاحب المفتاح وبيقول لهم انا ليا عندكم مفتاح، وانتوا ليكوا عندي 7 مليون دولار. قالوا له طب لو سمحت المفتاح ده بتاع ايه؟ قالوا له طب عايزين نعرف المفتاح ده بتاع ايه بالظبط. قال لهم ده بتاع خزنة بنك، الحاج رشدي كان شايل فيها الألماظ. قالوا له بس الألماظ ب14 مليون دولار. قال لهم لا، هو اتصرف في نص الألماظ وشايل نصه ليا، وانتوا انا عايز الألماظ وانتوا خدوا 7 مليون دولار. راحوا متصلين بجرحي وقالوا له تعالى الحق وشوف. هنا عنايات قاعدة مع بنتها عالية. قال بتواسيها قال عشان هي اجهضت وكده، شكلها قاعدة شمتانة فيها اصلا. بتقول لها يا ماما انا ليه ما بيعيشليش عيال؟ انا نفسي اخلف ونفسي يبقى عندي عيل وكده. قالت لها من جوزك ده؟ لا سيبك منه واتجوزي غيره وانتي ربنا هيرزقك بعيال. هنا الكباس شكله مسلط الواد ده على طارق ابن مجدي. داخل هو وطارق ابن مجدي وقعدوا على ترابيزه وستات قعدوا معاهم وكده، وقال له مبسوط؟ قال له ايوه مبسوط وهاجي معاك كل يوم. قال له طبعا اذنك. سابه وراح للكباس. قال له ايوه كده شاطر اللي جبته وشاطر اللي عملت فيه كده.
انا هنتقم منهم واحد واحد. شكل الكباس مرقد لهم كلهم. هنا الجرحي راح للراجل بتاع المفتاح وعمال يقول له هات المفتاح. قال له المفتاح ده انا معرفش بتاع ايه. قال له قلتلك ان هو بتاع خزنة، والخزنة فيها الماس ب7 مليون دولار. قال له طب وانا ايش ضمني، ما يمكن فيها ال14. قال له وانا بضحك عليك يعني. جرحي افتكر ان ابنه عارف كل حاجة، فقال اما اروح اسأله. فراح سأله. قال له هو المفتاح ده بتاع خزنة؟ قال له ايوه. قال له الخزنة دي بنك؟ قال له ايوه. قال له فيها كام بقى؟ فيها الماس. قال له ماشي. قال له طب الالماس ده ب7 مليون دولار ولا ب14 مليون دولار؟ قال له لا ب7 بس. قال له ماشي، وراح رجع تاني. قال له خلاص ماشي، وراح ادى للراجل المفتاح وخد ال7 مليون دولار. خد ال7 مليون دولار وراح اداهم لبرهامي في المقابر، وقال له هات بيهم الأسلحة اللي قايلك عليهم بقى. قال له هو قايل لي على 14 مليون، أنا عايز ال7 الباقيين. قال له ما هو باع نص الألماظ للعمانيين، أنا مالي؟ قال له ماليش دعوة وماليش فيه. راح قال لأبوه يكش تكون مبسوط كده. وراح لصديق الطويل وحكاله الموضوع وقال له كفاية 7 مليون دولار، نص العمى ولا العمى كله. قال له انا ماليش دعوة، انا عايز ال14 مليون على بعض. قال له وانا مالي؟ انا مالي، انا ابنه. هو انت يعني لو بتعمل حاجة هتروح تاخدها من ابنه؟ ارضى وخلاص. قال له لا مش هرضى طبعا وماليش دعوة، انا عايز الفلوس على بعضها. قال له ده رقم برهاني وتصرف معاه وطلعنا انا من الموال ده. قال له لا مش هتطلع لما تجيب باقي الفلوس، يا اما هيبقى فيها موت وفيها حاجات كبيرة قوي انت مش قدها، هتزعل وهجيب ناس يزعلوا عليك. قال له ماليش فيه. ومرات عفيفي هي وصاحبتها راحوا للي عامل نفسه منتج ده، وقعد بقى يفخم في نفسه وقال لهم انا عامل اغاني مش عارفه لمين والمين. قالوا له ماشي واعمل لنا احنا كمان اغنيه. وراح مديها 250,000. فرحت بيهم قوي وقالت له ده انا طلعت سلم المجد، وبعدين انا لازم اتطلق من جوزي، هو انا هغني بالنقاب ولا ايه؟ ومضاها على العقد. مش عارفة عقد ايه بقى، بس هو مضاها وخلاص. هنا مجدي واقف مع مراته على الكورنيش وبيقول لها انا بحب الكورنيش قوي بالليل، عشان كده جبتك عشان تتأملي جمال النيل بالليل. قالت له كأني اول مرة اعرفك يا مجدي، كأني معرفتكش قبل كده. ورايح يجيب لها حلبسة من الراجل، اتاري فتحية مراقباه وجايبة سكينة وجاياله. يا ترى ايه اللي هيحصل؟